يا صباح الهنا، يا صباح السعادة على قلوبكم الطيبة الجميلة في زمن صعب. النهارده جايبه لكم بقى حاجة، يعني أنا عن نفسي بقالي عاملة قناة اليوتيوب بقالي يمكن 5 سنين. أول مرة هصور الجمبري اللي ما كنتش باكله بصراحة، بس أكلته عند حد لقيت طعمه ظريف، فقلت طب ما أنا أجرب أعمله في البيت للولاد. فأنا جايبة نص كيلو جمبري، نص كيلو جمبري نظيف وجاهز، بس على التتبيله. يعني هنتبله مع بعض. طب هنتبله هنسيبه قد ايه؟ انا هسيبه ساعه ساعتين بصراحه، مش مستعجله عليه. فانت لو مستعجله على الاقل تسيبيه في التتبيله نص ساعه، لكن انا هسيبه بس ساعتين 3، مش مستعجله بصراحه. تمام، فتعالوا نشوف التتبيله. معايا ايه الاساس؟ ليمون، 3 ليمونات كده، عصير ليمون. معايا معلقه كبيره من الثوم، ومعايا كزبره وشبت. كزبره وشبت بيخلي ريحه الجمبري جنان. انا جربته وعملته قبل ما اوريه لكم، فلا عجبني جدا جدا جدا. فلازم يا جماعه نجرب الحاجه اللي احنا ما بنحبهاش، لازم كده نقعد في وقت نجربها. طب ما ادوقها اشوف شكلها عامل ازاي، طعمها عامل ازاي، مش غلط على فكره. فلما بندوقها وعجبتنا بيختلف راينا خالص. هنحط ايه بقى؟ حبه مستردة كده حلوين، يعني في معدل معلقه كبيره من المستردة اهو. طيب حطينا ايه هنا يا شيف؟ انا حطيت عصير ليمون، تمام، 3 ليمونات، وحطيت شبت وكزبره خضراء، وحطيت مستردة ومعلقه توم كبيره يا ست البنات. طب ايه معايا هنا؟ معايا بابريكا مدخنه، تمام، فلفل اسود، كمون، وملح. بس هي دي التوابل بتاعتي يا ست البنات النهارده. طب يا شيف سهله جدا جدا، سهله جدا، ولا بنحط فلفل رومي ولا فلفل حامي ولا الكلام ده كله. وتبلي بقى الجمبري بتاعنا، هنتبله اهو، وهنسيبه قد ايه زي ما انت عايزه. كل ما بتسيبيه في التتبيله كل ما هيديكي طعم احلى واجمل. وهنعمل له كفر لذيذ جدا جدا جدا. الجمبري وبس، عندنا جمبري النهارده. هو غالي شويه، بس يعني عارفه لو جبت نص كيلو هيهيصك، صدقيني نص كيلو هيكفي يعني 4 افراد 5 افراد، جنب حبه رز بقى، حبه سلطه. تمام، انا تبلته يا حلوين، تمام. وهسيبه قد ايه؟ هسيبه براحتي على حسب ما انت عايزه. انا اسيبه شويه حبه حلوين ونرجع نعمل له الكفر بتاعه ونقليه مع بعض. استنوني. ورجعت معاكم يا حلوين بعد ساعتين. انا سبت الجمبري عندي لمده ساعتين بقي بالشكل ده، وريحته تجنن. طيب هنعمل ايه؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه. انا معايا ايه؟ معايا مج من الدقيق، تمام، وعليهم معلقتين 3 من النشا، وقلب يا ست البنات. طيب هنحط ايه بقى على الخلطه دي؟ هحط بابريكا، بصل بودر، كمون، حبه كمون صغيره، وحبه كزبره ناشفه. دي كل التوابل اللي انا حطيتها اهي. واقلبي كده، وهننزل بمج من الميه، واقلبي يا ست الكل. بنعمل له كفر، بنعمل للجمبري كفر النهارده اهو. نزود حبه ميه كمان، حبه ميه اهو بالشكل ده، وقلبي. ده القوام وده اللون. حطينا دقيق، حطينا نشا، حطينا بابريكا، كزبره ناشفه، حبه كمون، وحبه بصل بودر. وحط يا ست الكل على الجمبري والتوابل اللي موجوده معانا اهو، وقلبي. شايفين؟ يا رب تكون الامور واضحه. يبقى انا حطيت الخلطه اللي عملتها على الجمبري بالخلطه بتاعته اهو. طيب خلصنا. هنعمل ايه؟ هتجيبي دقيق، حبه دقيق حلوين، وهتجيبي كيس فيجيتار حار لو حابه، تمام،
وقلبي بقى يا ست الكل. عشان بس ده كده، وهنقلب دي كده في الفيجيتار اهو. تمام، معانا الخليط اهو. هجيب بقى الجمبري ماشي، وهنزل كده اهو في الدقيق، هننزل في الدقيق اهو كده. طيب وايه الخطوه التانية؟ هنعمل ايه يا ست البنات؟ هنعمل كده اهو كده كده. خلي الجمبرايه بتاعتك تشرب الدقيق اهو اهو. بصي هتلاقيها بالشكل ده. تمام، ويلا على زيت غويط. يلا بينا يلا بينا. حاجه، ودي حلوين الطاسه اللي انا مخصصاها لاي آلية اي حاجه، بطاطس، بدنجال، جمبري، سمك. دي مخليها كده عشان ما بهدلش كل الصواني بتاعتي، فاهميني؟ هنزل كده بعد الزيت ما سخن وعلى نار متوسطه، هنزل بالجمبري كله بتاعه. زي ما حضراتكم شايفين كده انا موطيه النار، يعني مخليها وسط ولا عاليه ولا واطيه. تمام، الجمبري ما بياخدش وقت، 3 دقايق وهنطلع الجمبري مع بعض. يلا بينا. وده الشكل يا حلوين، 3 دقايق الجمبري ما بياخدش وقت في الآلية خالص. يلا نقدم مع بعض. يلا بينا. ورجعت معاكم يا حلوين، وطبق الجمبري الفظيع اللي بيتعمل بسهولة، اللي بيتعمل بأسهل طريقة. ان شاء الله هعمله معاكم المرة الجاية صينية بطريقة مختلفة، بس ده أسرع جمبري ممكن تعمليه في ثانية كده في الصيام بقى. الله الله ما اقولكيش، وفي الأيام العادية حاجة تحفة تحفة وريحته تجنن. لو عجبكم سرعة الفيديو وشياكة الحاجة، ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبألف هنا على قلوبكم، وكل سنة وانتم طيبين.